السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اميرة من قناة اميرة في بيتي. النهارده هنعمل سمك مكاريلي سنجاري حلو جدا بالخضار بتاعه. وبص الليفت الحلو ده، اللي ما شافش فيديو الليفت يجري على طول يخش يشوف فيديو الليفت بتاعي وهيعجبه. خلاص عملنا سمك سنجاري ورز صيادية وسلطة حلوة كده بدريسنج حلو. تابعوا معايا الفيديو وهنشوف احنا عملنا ايه واحدة واحدة. انا جايبة دول 4 سمكات مكاريل. انا بجيب على عدد ان هم 4 بكل واحدة بتنفع. ماشي. وجبت خضار بتاعي، انا هعمله سنجاري بالخضار والزيت والليمون. انا جايبه فلفل وجزر وبصل وطماطم وليمون. نبدا قبل ما انضف السمك مع بعض هنقطع الخضار بتاعنا عشان انا محتاجه اقطعه بدري شويه يدبل معايا في التتبيله بتاعته. هقطع البصل جوانح، يعني دول 4 سمكات انا هستخدم فيهم بصلايه ونص حسب السمك اللي انت جايباه. انا قطعت البصله جوانح كده رفيعه. ممكن تقطعيها مكعبات بس انتي مش يعني حسب الشكل اللي انتي عايزاه. انا بحب الشكل الجوانح احسن. خلاص خلصنا تقطيع البصل، نخش على تقطيع الفلفل. سواء فلفل رومي حامي الوان اللي موجود عندك بتستخدميه، وحسب الاذواق بتبقى مختلفه. يعني حابه تحطي فلفل حامي حطي، انا هحط فلفل حامي لان انا بنحبه. هنقطعها نفس تقطيعه البصل او صغيره، التقطيع اللي انتي عايزاه. بس يفضل يبقى كله نفس الشكل عشان يبقى الشكل حلو في الاخر. خلصنا تقطيع الفلفل والبصل، نبدأ بقى في الطماطم. انا هحط طماطميتين بس او طماطمية ونص كمان. ما نكتريش طماطم كتير عشان يعني ما تبقاش كتير كده تحس ان هي طبيخ. لا يعني احط كم قطعة كده صغيرين. انا عملت طماطمية ونص عشان دول 4 سمكات. نقطعها مكعبات. انا مرضتش اقطعها شرايح كبيرة عشان تبقاش زهرة قوي في الاكل. خلاص قطعنا الطماطم والبصل والفلفل. نبشر بقى ايه، مسحت البرانشة مسحتها بالمنديل عشان مطرح الطماطم. وجينا بقى انا بشرنا عليها ايه، الجزر. عايزه تحطي جزر حطي، يعني انا ساعات بعمله بجزر وساعات من غير جزر. بس انا لقيت في عندي جزر فنبشر جزرتين كده ويحطهم. هي مفيدين كويسين، يعني مفيد الجزر ويدينا شكل كويس على السمكية. خلاص خلصنا البشر بتاع الجزر. هنجهز الليمون بتاعنا برضك عشان يبقى عندي الطبق كله جاهز. واكون الايه الخلطه بتاعتي في طبق في بوله كبيره. خلاص جهزنا الليمون. نيجي بقى في بوله كبيره، طبق بلاستيك اي حاجه عندك. هننزل الاول بالبصل اللي احنا مقطعينه جوانح، ننزل بيه الاول بس هو لوحده عشان انا محتاجه البصل يدبل معايا الاول. فهحط عليه شويه ملح، بصوا انا حطيت ملح اهو، وفلفل اسود. وندعك جامد جدا، ندعك البصل بالملح جامد عشان انا عايزه البصل يدبل معاه وينزل ميته. عشان المية اللي هتنزل من الخضار ده انا هستخدمها في حاجة تانية في الاخر. ندعك جامد البصل بالمية البصل بالملح والفلفل الاسود. وكمان لما بندعكه كده بالملح بتيجي تاكليه بيبقى حلو دبلان كده، مش بيقرش في بقك وتحسي ان هو بيلسع شوية. البصل بيبقى حي، لا لكن لما بندعكه بالملح ويدبل كده بيبقى حلو. نضحك على قد ما نقدر كده لغايه لما نلاقي الميه بتاعته نزلت في الطبق وفي ايدينا كده نحس ان هو خلاص اتعصر. خلاص نجهز ننزل بقى ببقيه الخضار بتاعنا. ادي الفلفل اللي احنا مقطعينه والجزر والطماطم. ونديهم تقليبه كده على طول بسيطه بايدينا، نخلطهم مع بعض. هغسل ايدي وارجع لكم تاني. خلاص جينا بقى جبنا الحاجات بتاعتنا عشان نتبل بقى الخضار بتاعنا. فاحنا حطينا ملح تحت وفلفل اسود ماشي، يعني حاجات خفيفه. حطينا ملح حسب يعني دوقي كده تلاقي ملحه حلو. هنحط بقى كمون ورشه وحبه كزبره حلوين كده، وبابريكا نص معلقه بابريكا صغيره، نص معلقه كبيره يا اما معلقه صغيره بابريكا مليانه. البابريكا دي تدي للسمك لون حلو احمر كده وهيبقى اللون حلو. خلاص نحط بقى الثوم بتاعنا. ده التوم بس اللي احنا هنحطه في السمك، مش هنملح السمك توم تاني، لا هي التومه دي على الخضار دي كفايه. ونعصر الليمونيه بتاعتنا.
دي ليمونيه كبيره، انت ممكن تحطي لو ليمون بتاعك صغير حطي ليمونتين. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتكتبوا لي تعليق حلو منكم. خلاص هغسل ايدي وارجع تاني، كل شويه بغسل ايدي. هنقلب بقى الخضار بتاعي بالبهارات بتاعته، نقلبه حلو، نقلبه حلو مع بعض كده. وهنحط بقى ايه، نكمل نحط 4 معالق خل، يعني حسب كميه السمك والخضار اللي انت عاملاه. انا دول زي ما انا ما عامله كده، حطيت 4 معالق خل. اقل قللي الكميه، ازيد زودي الخل والزيت. واحط 4 معالق زيت. الزيت حلو جدا، بيخلي الخضار معايا حلو كده، بيلمع وهو على السمكية. نقلبهم بقى حلو مع بعض، الخضار بالملح بالخل والزيت والبهارات بتاعتي. وهركنه شويه، هغطيه بقى واركنه. انا عايزاه شويه قبليها بربع ساعه او نص ساعه عشان ينزل الميه بتاعته. وندوق الملح نظبطه، نغطيه بقى ونروح ايه على الحوض ننضف السمك. طبيعي احنا بنجيب السمك من عند الراجل متنضف، بس احنا ايه، عشان خاطر لو انتي اتزنقتي او في حاجه ظروف وجالك السمك جاهز كده من غير ما يتنضف، هننضفه مع بعض. بصوا انا بقص الحاجات دي من بره خالص الاول بالمقص. اقص خالص اي شوك من بره بقصه، السلسله بتاعت الظهر دي بقصها بردك. واجيب السكينه بتاعتي بقى، افتح من الظهر عشان هفتحه سنجاري، افتحه من الظهر مش من البطن، افتحه كده بالسكينه كده بالراحه وانت بتفتحي عشان ما يتهريش منك. بصوا انا بفتح، بحاول اسلك كده لغايه لما يتفتح. انا جايباه متنضف، بس سبت واحده كده عشان ايه، اوريها لكم في الفيديو، عشان البنات بتوعنا العرايس اللي مش بيعرفوش ينضفوا السمك، حاجات بسيطه كده هيعرفوا ينضفوه. خلاص فتحناه، انا طلعت السلكه، نص الشوكه، السلسله بتاعت الشوكه اللي في البطن ده، السلسله الطويله دي قطعتها وطلعت الخياشيم بتاعته. انا بصوا ده الراجل كان منضفهولي مش سايب الراس، بس انا بحبه بيبقى اشيك وهي راس موجوده فيه، فعشان كده انا نضفتها فيها الراس بتاعتها. نضفيه حلو، طلعي الخياشين وشوفي اي حاجه، اي وساخه فيه او حاجه، سوري يعني اي حاجه فيه مش كويسه بنطلعها بايدينا. انا بستخدم فرشه سنين قديمه عندي فبستعملها. عندك فرشه السمك حلو جدا، استعملها بس على بالراحه عشان السمك المكاريلي ده بيتهري بسرعه، فاللي خلي ايدك حنينه عليه وانتي بتنضفيه، وفي نفس الوقت تنضفيه حلو جدا، خليه ابيض كده زي القشطه. بصوا دي اللي انا كنت فاتحاها، انا فتحت 2، يعني انا كنت قايله له هو ينضف 2 وانا 2 نضفتهم انا. سايبه الراس فيها وشايله الخياشين. بصوا احمر ازاي من جوه، الراس بتاعته حمرا مطرح الخياشين عشان ده كان صابح وجميل. انت تعرفي السمك صابح او لا من الخياشين بتاعته، حمرا حلوه يبقى ده صابح. غامقه كده ولونها طوبي غامق وكده، لا دي بتبقى بايته عنده. بصوا بنضف اي حته عن اي حاجه فيها تجمعات، حاجه بشيلها بايديا او بالفرشه. احنا خليكي حنينه على السمك واحده واحده عشان ده بيتهري. ايه ده اتشقلبنا. خلاص غسلناه، انا لما غسلته نقعته في حبه ميه بليمون، بس ما جبتهاش ما اتصورتش. فخلاص انا جبته بقى بعد بسيبها 10 دقايق بس في ميه بليمون. خلاص وطلعته منها بنشفه بقى، بصفيه حلو جدا ونشفه بمنديل مطبخ اي حاجه بس صفيه حلو. هجيب ليمونه بقى. انا كل ده عشان ايه بقى، ما يعني تاكلي السمك متبقيش حاسه بزفوره ولا اي حاجه. وطبيعي اصلا سمك المكاريلي ما بيبقاش زفر، بس احنا بنعمل ايه زياده تاكيد. بعصر عليه ليمون كده، يعني بفتح كل واحده هي مفتوحه كده، بعصر عليها ايه 2 3 ليمون عشان ابقى متاكده ان السمك بتاعي نضيف جدا ما فيهوش زفاره ولا اي حاجه. خلاص انا كنت بقفله بس عشان ما عنديش مكان على الصينيه. خلاص عصرنا ليمون بقى على كله كده. انا بكمل بقيه العصر بتاع الليمون، كنا عندي ليمونيه ونصين فعصرتها عليهم كلهم. شيل البذر عشان ما يجيش في بق حد. الصينيه بتاعتي دي بتاعت مامتي الله يرحمها، فغاليه عندي جدا، فعشان كده بصوا هي يعني حالتها بالبلا، بس انا مش عايزه استغنى عنها، ربنا يرحم موتنا موتى المسلمين. خلاص بعد ما عصرنا الليمون هنملح السمك بتمليحه خفيفه كده، عشان ما يبقاش اللحم بتاعه دلع. فانا حطيت رشه ملح بسيطه ورشه كمون بسيطه جدا، بحيث ان انا ابقى متاكده وضامنه ان لحميه السمك حلوه.
من جوه يعني محدقه، ما تبقاش دلعه، ما يبقاش الخلطه اللي فوق حلوه حادقه والسمك نفسه من جوه لا دلع. انا بحط رشه ملح بسيطه وحبه كمون بس. الله اكبر، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. خلاص حطينا كمون والملح بتاعنا على السمك، واحنا قلنا حاجه بسيطه. بصوا نزلت ميتها، ده الخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه وحاطين عليه الحاجات، ننزل الميه بتاعته اللي احنا محتاجينها قدام شويه. خلاص هنجيب بقى هنجهز إيه انا عندي ورق فويل وعليه ورقه زبده، علشان هو صحي نحط على ورقه الفويل ورقه زبده احسن. هجيب السمكيه بتاعتي وانا مقطعاها على قد السمكيه، ازيد بشويه، مستطيله كده طويله على قد السمكيه، وابدا ابرمها كده من على الحروف. هتلاقيها على فكره الطريقه سهله جدا معاكي، وانت بتمرمي هتلاقيها بتتبرم معاكي على طول. اولا ده شكل حلو جدا، بيديكي شكل حلو، عايز مع حد او كده بيخلي السمك بتاعه شكله شيك وكده. حابه ما عندكيش ورق فويل ولا ورق زبده، اعمليه في صينيه خالص ولا صينيه تيفال او صينيه المونيا، ما تقلقيش ان شاء الله مش هيلزق معاكي. حطي في الارضيه شويه زيت ومش هيلزق معاكي، ووطي النار شويه. احنا بنحط بقى ورق الفويل والزبده علشان نبقى كشكل، وعشان ما يلزقش معانا برضك ما يلزقش في الصينيه بتاعتنا، ويبقى نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. خلاص بردك الورق الفويل والزبده، واحط السمكيه. بصوا انتم ملاحظين ان السمك معانا ابيض ازاي، قشطه من التنظيف بتاعه، وعصرنا عليه ليمون طبعا. خلاص حطينا، ونحط عليه بقى خلطه اللي احنا عاملينها، وندوس بايدينا كده عشان ما تتحركش من عليها، ما تقعش من عليها واحنا بنحركها، عشان واحنا بننقلها كده بايدينا ما تقعش. تالت واحده نعملها بردك مع بعض، نلفها نبرمها من على الحروف كده، تبقى عامله معايا عامله زي كأنها المركب. الشكل ده هيعجب الاطفال جدا وشيك لو انت عازمه حد. خلاص ننزل بردك بالتتبيله بتاعتنا، الخلطه بتاعتنا، وندوس كده بايدينا او بالمعلقه. احنا نحاول نوزع التتبيله على الاربع سمكات يعني على السمك اللي عندك، ما تزوديش في واحده وتيجي في الاخر يتبقى عندك سمك من غير تتبيله. لا حطي في كله نفس الكميه، ولما يتبقى عندك التتبيله في الاخر وزعيها عليهم تاني. نحط ادي اخر واحده خلاص، اللي هي بالراس، انا عندي 2 بالراس بتوعهم. ننزل بقى عليها بالتتبيله برضك. انا حاولت اقسم الخضار على 4، دوسي جامد كده عشان الخضار بتاعك ما يوقعش. خلاص هروح بقى بحبه الخضار المتبقيين دول، انا مش هعمل بيهم حاجه، فبدل ما نرميهم حرام هكملهم بقى، هنزود بيهم السمك بتاعي الباقي. وانتي بتاخدي الخضار من البوله ما تاخدوش بالميه بتاعته، انا عايزه الميه اللي متبقيه دي عشان في الاخر هنعمل بيها السمك في الاخر قبل ما يخش الفرن. هو الشكل لوحده كده وهو ني عايز يتاكل ني والله. يلا خلاص بصوا انا بعمل السمك بالتتبيله دي واركنه شويه نص ساعه عقبال ما اجهز حاجتي. لازم السمك يقعد بالخضار اللي عليه ده يجي نص ساعه ربع ساعه عشان يمتص الحدوقيه اللي فيه والطعم بتاعه ويبقى حلو. انا دلوقتي قلت عقبال ما الخضار السمك ما يتبل بالخضار هعمل شويه سلطه كده حلوين. السلطه دي يعني انا بحب اعملها مع السمك اللي هي فيها توم. جبت حته تومه، فصين توم كده مع قرن فلفل، دقيتهم في الفرن وحطيتهم في الطبق، وجبت طماطمايه. هو ده الدريسنج بتاع السلطه ده حلو، هو الثوم بالفلفل وطماطمايه مبشوره. هنبشر الطماطمايه. ممكن برضك السلطه دي تعمليها مع الكفته الحياتي، حلوه جدا. الطماطمايه دي عشان تخلي الميه بتاعت السلطه كده حمرا حلوه، لو انت هتزودي عليها شويه ميه وتخلي ميه السلطه كده بتخليها لونها حمرا حلوه. خلاص يبقى انا حطيت ثوم بفلفل وبشرت طماطمايه. الخيار بتاعي انا بقطعه بالطول كده بس ما بقطعوش مكعبات، تبقى الخياره شرايحه طويله ورفيعه، رفيعه على قد ما تقدري. بصوا تقطيع السلطه دي مزاج واذواق، حسب اللي انت عايزه تقطعيه وتعمليه. برضك قطعت البصل بتاعي، هو نص بصلايه بس حطيته، قطعت النص ربعين بالعرض وبعملها جوانح رفيعه برضك. خلاص يبقى قطعت الخيار والبصل الجوانح، والفلفل برضك فلفله رومي كده
احنا بنحول طبق السلطه نشكل فيه كل الالوان عشان يبقى مفيد. كل ما نكتر الالوان في طبق السلطه هيبقى مفيد لينا ولولادنا. هنحط فلفل حامي حسب الذوق. خلاص ببشر جزر يلا عشان الالوان نكمل الالوان بتاعتنا. لو في فلفل الوان هنحطه بردك. خلاص بشرنا الجزر. نقطع بقى ايه الطماطم دي خليها اخر حاجه. لما يبقى 15 بحطيه. نقطعها بقى مكعبات بس كبيره شويه. انا بقطعها مكعبات بس كبيره شويه. وعندي طبق طبق خضره اهو بنقطع اللي هي الكزبره بتاعه السلطه. خلاص جهزنا الخضار بتاعنا بتاع السلطه. هنعصر عليه ليمونه كده حلوه. سلطه يعني ليمون. جربي كده السلطه دي بالثوم كده بالطماطميه المبشوره هتعجبك جدا وهتبقى حلوه. هننزل بقى بالخضره بتاعتنا على السلطه. عندي الجرجير حطي حلو جدا. بحب السلطه بالجرجير. بصوا ده مطرح الثوم مصمصته حبه ميه وحطيته. نيجي بقى حبه خل وشويه زيت صغيرين جدا. عندي زيت زيتون حطي زيت زيتون. ده زيت عادي بتاعنا. وهنحط البهارات بتاعتنا بس مش هنحط الملح دلوقتي. هديها تقليبه الاول. بصوا الشكل فيها كل الالوان. بصوا انا عايزه اوريكم الميه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا اللي هي ايه كزبره وكمون وفلفل اسود. دي كزبره ناعمه. هي الكزبره الناعمه دي مديه على اصفر شويه تحسي ان العطار خلط عليها كركم. وحطيت كمون وشويه فلفل اسود. ونقلب بقى التوابل. مش هنحط ملح دلوقتي. السلطه حطي الملح عليها قبل التقديم على طول عشان الخضار ما يتبلش معاكي. شفتوا الميه الحمراء دي كانت جميله. نركن بقى السلطه. بصي بقول لكم الملح مش دلوقتي. نخش على الرز. كل ده والسمك معايا في التلاجة. انا حطيته في التلاجة بصراحه عليه الخضار وسايباه يتبلوا من هما الاتنين يتبلوا مع بعض. معايا بصل وجزرايه مبشوره وطماطميه متقطعه مكعبات ورز. ده كيلو الا ربع رز. انا جبت حله حطيت فيها شويه زيت. هنزل بالبصلايه الحلوه دي. بصلايه كبيره مقطعها ناعمه يعني حاولي تنعميها على قد ما تقدري. ده رز الصياديه حلو جدا. جربيه. وعلى فكره بيتاكل منكم من غير سمك. يبقى حلو جدا. خلاص هنحمر البصلايه. حمريها حلو قوي قوي يعني. وطول ما انت واقفه قدام الحله قلبي فيها عشان ياخدوا كله لون واحد. نحمر على قد ما نقدر. نقلب كويس. خلاص بصوا هي كده ما اتحرقتش. ما تخافيش هي كده بتتحمرت معانا. ممكن تغمقيها اكتر من كده لكن انا لا خلاص كده. هنزل عليها بقى بالطماطم المكعبات. انا بقلب اهو عشان تغمقش شويه. هنزل عليها دلوقتي بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات او طماطميه مبشوره. انا بحب احطها مكعبات. واديها تشويحه كده مع البصلايه. وطي بقى. واول ما تحطي الطماطميه وطي عشان البصل ما يتحرقش منك اكتر من كده. يتشوحوا مع بعض. هنزل عليهم بالبهارات اللي انا هحطها على الرز. انا هحط كزبره وكمون بس. هنزل عليهم بس ايه ياخدوا تشويحه مع البصله ريحتهم تطلع. وبعدين هنزل بالميه. خلاص انا وطيت النار. حطيت ادي الكزبره والكمون بتاعنا. عايزه تحطي في المرحله دي حته تومه على الرز. حطي حته تومه مع البصله كده يتحمروا. انا ما بحبش احط تومه على الرز. خلاص هننزل بقى بالميه بتاعتنا. الميه على قد الرز انت هتعمليه. بس انا الرز بتاعي ده طلع. انا اول مره اجيبه من العطار ده فطلع مش عارفه. حسيته صغير حبايه قصيره خالص كده. فكان عايز ميه اقل من كده. بس حلو ما كانش وحش. كانش معجن كان حلو. بس انا بحب الرز الحبايه الطويله. خلاص حطينا الميه غليت. اول ما تغلي نحدقها بقى بالملح. وننزل بالرز بتاعنا ونغطيه. طريقه الرز العاديه بقى بتاعتنا. بس هي التكايه ان انتي بتحمري البصلايه حلو جدا. بتحطي عليها الطماطمايه والميه تغلي. خلاص انا طلعت بقى السمك بتاعي من التلاجة. شفتوا دي الميه اللي اتبقت من الخضار بتاعنا اللي انا قلت لكم هنحتاجها في الاخر. حطيت عليها شويه زيت عشان بوريكم ازازه الزيت اهو. حطيت عليها شويه زيت واجي عليها بقى بالفرشه كده ايه اسقيها من فوق اسقسقها حلو جدا بالميه والزيت. الميه اللي نازله لي من نازله من البصل ومن القوطه والفلفل
والجزر يعني ميكس كده حلو. والزيت اللي عليها طبعا ده هيديلي لمعه حلوه للسمكيه في الاخر. سقسقي كده سقسقي. بصوا شكل السمك بصراحه عايز يتاكل ني. انا بحب السمك ده جدا. انا المره دي عملت جنبيه رز، بس انا الطبيعي بعمل جنبيه الاغلبيه عيش وسلطه الطحينه وبيبقى حلو جدا. فلما المره دي انا قلت اعمل جنبيه شويه رز صياديه كده. خلاص خلصنا الحمد لله. هندخلها الفرن. هنشغل تحت على نار وسط. مش هنحطها لازقه تحت على طول، لا، في اول يعني نحطها على الصاجه في اول رف تحت. النار وسط كده تلت ساعه، وبعدين نطلعهم فوق تحت الشوايه ياخدوا اللون اللي احنا عايزينه. خلاص ادي الرز بتاعي لما اتشرب نزلت عليه بالجزريه المبشوره. خلاص واديها تقليبه بسيطه كده، وهغطيه بقى واسيبه يكمل التشريبه بتاعته يستوي تاني. احنا ما نحطش الجزر من الاول عشان ما يتبلش معانا. خلاص ادي خلصنا غرفنا الرز الحلو ده. هو كان طعمه تحفه، بس انا ما عجبتنيش الرز بس عشان حبايه قصيره، بس طعمه جميل الرز بتاعنا بالجزر والطماطم، جربيه. وعندي السمك دي اول صينيه طلعت من الفرن فبصورها لكم، كانت لسه في صينيه تانية. بصوا اللون الحلو ده جميل. عايزه تحمريه اكتر من كده تحت الشوايه ده في ايديكي، بس انا ما بحبش الحاجه تبقى محمريه، او احب اكل الخضار كده احس بطعمه. وادي طبقين السلطه انا خلاص حطيت عليهم طبعا الملح بتوعه والمخلل بتاعنا الليفت اللي احنا قلنا عليه. خش شوف الفيديو بتاع الليفت ويكتبي تعليق حلو منك كده. الله بصي السمك سخن بيطلع دخان فظيع. يلا تشجعي بقى واعملي الاكله دي لولادك النهارده كده او بكره. بس السلطه بتاعتنا تقطيعتها والدريسنج بتاعها اللي هو الثوم بالطماطم المبشوره حلوه جدا، جربيها ان شاء الله تعجبك. هنحط بقى الخرم الفتحه اللي انا عاملاها في الرز ده. الاول ندوق السمك. انت رايحه فين؟ استني متمشيش. بصي السمك قلبه ابيض ازاي من جوه وحلو. هو بصراحه السمك بيعتمد كمان حلاوته على يعني هاتي سمكيه مكاريل نضيفه حلوه نوعها نضيف، اللي هي السمكيه اللي هي المكاريل النضيفه دي الحلوه بتبقى درجه اولى، ما بتبقى بيضه من جوه كده ولحمها طري ومبيبقاش فيها زفاره خالص. شفتوا الفتحه اللي في الرز دي حطيت فيها سلطه، يبقى الطبق متكامل فيه الرز بالسلطه بالسمكيه بتاعته. بصوا الالوان جميله حلوه. عزومه عندك هتعملي الاكله دي كفايه. طلعت اهو الصينيه التانية من الفرن برضك. انا بقول لكم اهو، انا اللون التحميره اللي على الوش دي ليكي انت، ترجع لك انت اللون اللي انت عايزاه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وعند حسن ظنكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله.